صدق يا أخي، اطمئن بمصادر المسلمين كلهم، وأنا أقولها بملء فمي ومسؤول عن مصادرها، ونشرت حتى في جرائدهم المحلية بالمحيط الإقليمي، أن في يوم من الأيام دخل أبو بكر على جمع من المهاجرين والأنصار، أو دخل علي على جمع من المهاجرين والأنصار، ومنهم الأول أبو بكر، فنظر بوجه علي وتبسم، فقال له علي عليه السلام: ما لي أراك تتبسم يا أبا بكر؟ واحد تضحك بوجهه، يعني أكو فد شيء، مو يقولون أنتم عندكم مثل لا تضحك بوجه مقبل ولا بوجه خلف مدبر؟ ما لي أراك تنظر بوجهي وتتبسم؟ قال: يا علي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كتب له علي بالجواز.